في قطراتنا النهارده من مقالات وأعمدة الرأي لا مكان بيننا لمرشحين يستدعون من المعاش أو من مخازن العهد البائد أو من العسكر. حكم مصر ليس صفقة. ده مقال المرشح التواطئي للأستاذ حمدي قنديل في المصري اليوم. هل صحيح أن هناك ثورة حدثت في مصر؟ وهل سنظل محكومين بالبيروقراطية العقيمة والروتين العفن وبوزراء موظفين درجة 10؟ ده من مقال بلاغ ضد الحكومة للدكتور محمود عمارة في المصري اليوم. في عرض شمولي مدهش بال عليه الزمن أطلت علينا هدى عبد الناصر من نافذة الأهرام أيضا لتحدثنا وتذكرنا كيف استطاع العسكر أن يطردوا الملك الفاسد من البلاد. ده مقال أحاديث شمولية من المرشد العام إلى هدى عبد الناصر المهندس حسين منصور في جريدة الوفد. بعد كده بعتذر طبعا للدكتور خليل فاضل إني بعد الترحيب أنا ما قدرتش أقول لا المؤهلات العلمية ولا المواقع ولا المؤلفات، لأني أنا لقيت إن ده هياخد وقت كتير جدا، فضلا أن حضرتك معروف بالضرورة كعالم عظيم. شكرا جزيلا. أهلا بحضرتك ومنورنا، وتحية ليك ولقناة الحياة وللبرنامج اللي له شعبية حقيقية. الله يخليك الله يخليك. دكتور أنت أكيد بتشوف الجرايد بعين مختلفة عن أي قارئ. هو الحقيقة شد انتباهي النهاردة مش مقالة ولا خبر، ولكن رسالة إلى بريد الأهرام كتبها اللواء الدكتور إبراهيم شكيب، رغم أن أنا عندي حساسية يعني شوية من اللقب بتاع اللواء ومع لقب الدكتور يعني. هو كاتب قراءة في المستقبل. هو متكلم عن التاريخ، والتاريخ إخباره البشر عن الماضي هيتيح له الحكم على المستقبل. بس أنا توقفت عن كلمة على الإدارة الأمريكية استيعاب وقائع التاريخ وتحلل استراتيجيا تداعيات سحب عرض تمويل السد العالي. وبعدين كاتب إنه ناخبون بيردوا إن نعم نستطيع على أوباما لما قال هل نستطيع؟ نعم نستطيع. يسوي كان. فأنا عايز أقول إنه رغم كل شيء، رغم اكتئاب ما بعد الثورة، رغم الإحباط، رغم الضيق، رغم البلطجة، ورغم إنه يعني إحنا كنا مراقبين عن طريق الخبر اللي حضرتك قريته بالتجسس على طائرة رئيس مصر السابق لعدة سنوات ودي يعني اختراق لأدنى الخصوصيات بتاعة إنسان مصري، أنا هقول كده يعني. فما بالك بقى. أنا كان عندي أحد المرضى من العراق الجميل وبيقول لي إنه الجيش العراقي انسحب، الجيش الأمريكي انسحب من العراق وترك خلفه 30,000 مدني. أنا أشك إن الرقم ده 30,000 وممكن يكونوا 300,000. أنا عايز أسأل سؤال للمعنيين بالأمر: كم ألف مدني أمريكي في مصر؟ يعني ده سؤال خبيث جدا وبيدل ان احنا مش بس متجسس على لا، هو سؤال خطير جدا. فهو انا شايف انه الاختراق الخصوصيه بتاعت اولادنا في البيت لنا حق ان احنا نراقبهم، وده الكلام برضو للحكومه والقائمين على الامر. ولكن في نفس الوقت انا شايف ان احنا نحن نستطيع، نحن نتمكن، نحن نقدر، نحن فعلا شعب بلا جدال استوعب في إطاره التاريخي ناس كتير جدا، الأتراك والمماليك، وشفنا أيام أسود من دي، أيام المماليك بكتير، وقدرنا ننهض وما زلنا بنثبت لنفسنا إن إحنا على قدر من الثقة وقدر من الأمان. في حاجتين عايز أقولهم لحضرتك. أولا، أول حد من أول ما بدأنا البرنامج من شهور طويلة يحط عينه على بريد القراء. والحاجة التانية المهمة ان حضرتك لفت النظر لمسألة مراقبة الرئيس. وده ظني ان حضرتك قريت من شهور ان وزير الداخلية بأوامر من مبارك سلم الولايات المتحدة قاعدة البيانات عن الشعب المصري بالكامل.
فهو يعني كان أيوة. بيديهم بيانات الشعب وهم أيوة. بيراقبوه برضه. وهم عندهم قاعدة بيانات تانية من خلال الفيسبوك وتويتر وبعض الأمور الأخرى من خلال القضايا المطروحة دلوقتي عن اللي هي منظمات آه. ما يسمى بالمجتمع المدني. وأنا شخصيا يعني عندي تصورات وبستقي بعض المعلومات من الدرجة اللي هم بيجسوا بيها نبض الشعب المصري حتى مرضه النفسي، لدرجة أنا كتبت في كتابي وجع المصريين في 2008 نفسيتنا قضية أمن قومي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكان يهمهم جدا معرفة المزاج المصري، ولذلك أنه قدروا يجسسوا على طائرة الرئيس المصري السابق، ولم يستطيعوا أبدا أن يتجسسوا على قلوب المصريين وعلى عقول المصريين وعلى نفوس المصريين التي تحمل الشجاعة واللي قامت بثورة 25 يناير. في مفاجأة مذهلة ليهم. نعم. وأنا بقول لهم بقى، وبقول لحضرتك وبقول للناس كلها، من واقع أنني أرى شريحة معينة وعينة خاصة جدا على شيزلونج العيادة النفسية، إنه هذا الشعب لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن التكهن به ولا يمكن التقليل من دوره ولا يمكن معرفة ما يمكن أن يقوم به. ونفس الدكتور إبراهيم شكيب كاتب إيه؟ من أمثالنا الحكيمة لا تشعل حريقا لا تعرف كيفية إطفائه، وللمرة المدخل السليم والصحيح لوجود شرق أوسط مستقر يكمن في إعلام قيام دولة فلسطينية. وصدقوني إذا زعمت أن الأمر الذي يمكن تأكيده دون الخوف من الانسياق لهول المبالغة أن مصر سوف تصبح قوة إقليمية يعمل لها 1000 حساب في الشرق الأوسط عام 2025. طب ده شيء يدعو للتفاؤل. طبعا. طيب هنروح لإيه تاني بقى حضرتك شايفه؟ أنا شايف أنه الراحل الجميل، وكانت تربطني به صداقة يعني بسيطة من على الهاتف، الراحل جلال عامر رحمه الله، بينشروا بعض المقالات المختارة في المصري اليوم، وهو كاتب اللي ما يعرفش يقول مصر على وزن طبعا اللي ما يعرفش يقول العدس لأنه الجنرالات المقاهي أصبحوا كتار، وللأسف إن ده شيء مش لطيف. هو بيقول إن الدين النصيحة، فيا وزير الأوقاف صدقني قبل أن أستمع إلى خطبة الجمعة ببقى عايز أقتل أي حد يقابلني. شوف يعني الدور الخطير جدا للدين والدعاء. أنا رغم أنني أعشق الحياة أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون، وساعات مليان بالصبر. في الآخر كاتب إيه؟ وأنا بعشق السماء عشان دايما مسامحة ومزروعة نجوم وفرحة ومكتوب فيها التاريخ. أنا بعشق التاريخ من أول محمد أفندي رفعنا العلم وحتى محمد أفندي بعنا مصنعه. شوف التناقض، الربط، ووصولا إلى محمد أفندي سرقنا كلوته. فعلا اللي ما يعرفش يقول مصر. أنا عايز أقول برضو اللي ما يعرفش مثلا في إطار حد ما عندوش شهادة في الطب أو ما عندوش تخصص في الطب النفسي ويعالج الناس، ما يجيش في إحدى القنوات طلعت ست حبوبة جدا بتعمل أكل وليها شعبية وتفاخرت إنه الصيدلي بيساعدها في إن هي تعالج أولادها، لأن هي مش قادرة تروح للدكتور، إما لضيق الوقت وإما ضيق ذات اليد. فأنا عايز أقول إنه الصيدلي ده على عيننا وعلى راسنا وزميلنا، لكن الصيدلية ليست دكانا نقتات منه ما نريد من حبوب مهدئة أو منشطة. لأن على فكرة حضرتك قريت خبر من فترة عن ضبط 25 مليون قرص مخدر من ده كل يوم عشرات الالاف ومئات الالاف. فتخيل بقى، انا عايز اقول لحضرتك كدكتور بعالج ضحايا الترامادول انه يدمر خلايا المخ العصبيه فعلا، ويحول الناس الى مسخ وعبيد. فاحذروا، لان دي خطط انا يعني عايزين تقولوا نظريه مؤامره، نظريه مؤامره ان اسرائيل تحديدا تغرق المصريين والشعب المصري ومصر بكل انواع المخدرات، وزي العراق بعد ما اجتاحوها الامريكان، مخدرات وافلام البورنو وما الى ذلك.
وده على فكره يا دكتور مش مساله مؤامره، ما في حرب الافيون في مرحله من طبعا المراحل طبعا موجوده في طبعا التاريخ طبعا يعني. طبعا اسرائيل مش هتسيبنا عن طريق الدواجن، بالظبط عن طريق التلوث، بالظبط. عن اي طريق يعني. انا عايز بس اقول للناس ياخدوا بالهم من نفسهم ويرجعوا للطبيعه ويستنشقوا الهواء الطلق، وما يقولوش ان الدنيا ملوثه او الكورنيش فيه طوب او ان الدنيا دوشه او عدم امان. لازم ناكل خضار طازج، ولازم نريح انفسنا بعض الوقت، وان احنا ما نلجاش الى ان احنا ندمر نقول خلايا عدس. يعني واحد مثلا احد المرضى بيقول لي ان هو ابنه خف على الدواء اللي انا كتبته له، فراح خد منه. طبعا هو خد منه. دي مصيبه تقيله. لان الدواء ده انا اعالج المريض لا اعالج المرض، ودي مقوله مهمه جدا. ما هي دي الفهلوه يا دكتور اللي موجوده دلوقتي أيوة. في كل القطاعات، يعني مجرد ان واحد قرا له مثلا كتابين في التاريخ أيوة. يطلع يعمل مؤرخ. بالظبط. ومثلا زي ما حضرتك قلت كده ان واحد شاف ابنه شفي على دواء فهو أيوة. ياخده. أيوة. او صاحبه قال له ان انا خدت الدواء الفلاني فيقوله. او حد بتاع تنميه بشريه يقولوا عليه دكتور ويروحوا له يقولوا رايحين العياده ويدفعوا له فيزيتا ويفتكر ان هو بيعالج مرض قد يكون جسيما ويؤدي الى قتل النفس. ده صحيح. ايوه. ودلوقتي ما نص الوطن دلوقتي بيتكلم فيما لا يعرف. أيوة. وربما اكتر من كده. أيوة. ما احنا عندنا ناس كتير قوي حتى الحرفيين دلوقتي السباكين وبتاع كلهم ما بيعرفوش حاجه او معظمهم. مش عايز اقول لك خبر كمان. حتى الصحفيين في نسبه كبيره طبعًا جدا طبعًا منهم طبعًا ملهاش علاقه طبعًا بالمهنه. طبعًا.